السلام عليكم أزو الفلاون، مرحبا بكم في فضائي فضاء سام سبور، فضاء الخاص بكرة القدم ومحيطها. كما كيشتو في عنوان الحصة، فزوين الخبير تاعنا يخرج ويفجر قنبلة من العيار الثقيل، بومبا قد بغداد. هاد البومبا هادي تخص حسين جناد اللي عنده العلاقة تاعو المثيرة مع التحكيم في افريقيا والفيدرالية الملكية ولا الجامعة الملكية لكرة القدم. انا صراحه كي انونسا لي هادي ودانا الحصه عندها 4 سوايع، انا بقيت مخلوع. دونك نحن نعاود له بالطريقه تاعي، نتناولوا هاد القضيه ولا هاد الفيديو هذا ونعطي لكم تساؤلات، ولكم الحكم انتم ديروا التصور تاعكم وتربطوا الامور فيما كان يثير عليه الجدل من قبل على حسين جناد وقضيه قسامه وقضيه تحكيم في دورتين افريقيتين مغلقتين وهما كوت ديفوار والكاميرون. ولكن قبل هذا الشيء الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم دارت بيان وين اعلنت رسميا غياب كل من تشوفنا البيان. بغداد بونجاح اللي عنده اصابه في الركبه واصابه عضليه يوسف الليلي، يعني لو ديو ما راحش يكون حاضر في مباراه اوغندا، وبالتالي بالك راح تكون فرصه نشوفوا لاعبين واحد اخرين. دونك نولوا الموضوع الحصه وروحوا نسمعوا حسين جناد صوت وصوره. شوفوا اش كان يتكلم، فيديو عنده 4 سنوات، وللامانه الفيديو يا حسين بالك الا كان يعني تفندوا ولا تقول بلي ما كانش منهم فبرك. عندنا الفيديو كومبلي فيه 14 دقيقه. تفضلوا. كنقول لهم حاجه، نهار لعبتوا نهائي، نهار لعب المنتخب الوطني نتاعنا نهائي كاس افريقيا للامم في مصر، الحاكم تاع المقابله الحاكم اليوم نيون سيدي، والمساعد الاول نتاعو ايفاريس مكواندي، والحاكم الرابع الجابوني إريك أوتوغو غاستن. كاين واحد منكم قالوا له بلغ السلام لحسين جناد، قالوا له بهذه العباره بلغ السلام لحسين جناد. وعلاش ما قلتوهاش؟ هذا اللي قالوا له، وعلاش ما بلغهاش؟ انا ما عرفتش تماك، ولكن بعد مده قالوا لي باللي بلغنا لك السلام مع واحد من تواحكم. هذه علاش ما قلتوهاش؟ علاش ما قلتوش؟ لان المنتخب الوطني فاز، دا كاس افريقيا، منتخبنا فاز. ما قلتوش باللي هذو قالوا بلغ السلام. انا كلهم اصدقائي، كلهم اصدقائي. نزيد لكم روحكم الاقصى من هذا. انتم تخافوا من انتم كمسؤولين تخافوا من هذا القجع، تخافوا تموتوا منه القجع هذا. انا ما نخافش من القجع، لان الذراع الايمن نتاعو سي خليل الرويسي، اللي راه ربما درك يشوف يشاهد فيا. سي خليل، اخي خليل، خويا خليل، رئيس لجنه التحكيم بالاتحاديه المغربيه لكره القدم، اكثر من خويا خليل الرويسي. على ذلك اللي ما خافش منه. انا علاقتي عندي علاقه، وقلت لكم علاقتي اللي عندي انتم والله ما عندكم. نصرح بكم كي المعيز في افريقيا، انتم نصرح بكم كي المعيز. خليل الرويسي رئيس لجنه التحكيم بالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اكثر من خويا. ديجا هو صغير عليا بحوالي على ما اعتقد 5 سنوات، ومع ذلك يناديني اخي التوأم. لماذا؟ لانه يشبهني، هو فرطاس كيما انا وعنده لي مستاش كيما انا، يعيط لي خويا التوأم. خليل الرويسي انا كي نروح للمغرب نروح لبني ملال، نروح عند خويا ويرفدني فوق راسه. ما نخافش منه انايا، لان الحكام هذوك لا تخافوا منهم، انا المعلم نتاعهم خويا. هذه باش نزيدها لكم. تشوفوا حسين يعرف غير هذا الحكم. أنا نهار لعبنا الجزائر مصر نهائي كأس أفريقيا للأمم، أنا عندي أصدقائي في السنغال، كاين حكام أصدقائي، كاين دياتا بدارة صديقي، كاين مالونغ ديوديو صديقي، كاين جبريل كامارا صديقي، كاين مالك سامبا صديقي، كاين داودا جاي صديقي، كلهم أصدقائي. مش دار اليوم يعرفوا باللي اليوم صديقي اللي دار النهائي، يعرفوا باللي صديقي. ولكن عند نهاية المقابلة كامل داروا لي تهنئة وقالوا لي مبروك عليكم. ما قالوش حسين جناد قال اليوم صديق وخسرنا السنغال، ما قالوهاش. واش نقولوا فوق هذا الشيء؟ واش راح نزيدوا كما قلت في الفيديو تاع فزوين؟ كاع هذا الفيديو هذا المقطع هذا فيه 2 و46 ثانية. كل جزء كل كلمة قالها راهي كما نقولوا توطئوا، راهي تغرقوا. واش نقدروا نخمو دوك؟ انا الناس تقول لك
نتوما ولا نظريه المؤامره هاو سيد بعد مثل لسانو يقول لك انا الطاقم التحكيمي تاع نهائي كاس افريقيا بلغ لكم سلام ليا، وعلاش ما بلغتوليش؟ كيفاش الناس اللي نفرحوا بكاس افريقيا 2019 ودينا راكوب نجو نقولوا اسمع حسين ونسلموا عليك؟ ما هي العلاقه؟ ومن بعد تروح ابعد من ذلك. يعني العضو لجنه التحكيم ولا اللي حاكم التحكيم، الحاكم المغربي السابق، اللي انت تقول صديقي ماشي خويا والمعلم واللي تخافوا منه نتوما، او صديقي وروح ليه البني ملال، وقال لي حاكم الحكام معلم حاكم الحكم صاحبي. واش نقدروا نخدموا في هذا الشيء يا جماعه؟ وهذا خاطئه رياضه، خاطئه كل شيء، ولكن هادو تصريحات خطيره نورمالمون يستدعى ويعطوا له ما هو محلك من الاعراب. حسين جناد انا مش نعرف، ما عنده حتى علاقه مع كره قدم، علاقه مباشره، ما كان لاعب سابق، ما كان حاكم سابق، كان هو يقول رئيس نجم مقلعه. هاو العلاقه تاعو الموثوقه اللي كاينه مع كره قدم. ولكن على المستوى اعلى مستوى كما هذا في افريقيا، وشنو هما الامور، وشن هي الحاجه اللي خلاته يكون صديق عند الحكام؟ انا هادو التساؤلات اللي نطرحهم، بلا ما ندخلوا في شعبويه، بلا ما ندخلوا في اتهامات، ولكن كاين اسئله تطرح. حسين جناد اللي هو يعتبر اعلامي، هو يقول ماشي صحفي، اعلامي في كره القدم، وشن هي الامور اللي خلاته يوصل باش يكون صديق الحكام في افريقيا وصديق المعلم تاع الحكام؟ هو يقولها. ما هي العلاقه؟ واش يفسر اللي يلحق حتى لهذه الدرجه من التقرب للحكام؟ وزيد يطالب انه علاش ما يبلغوا السلام كي يلحقوا الحكام. من بعد اخطر من ذلك، في هذاك الوقت يهضر على الفيدراليه تاع هذاك الوقت تاع زوتشي، وين يقولوا نصرح بكم افريقيا كي المعيز، نصرح بكم افريقيا كي المعيز. واش حب يقول؟ واش حب يقول هادشي؟ انا بالله عليكم انا نحوس نطرح تساؤلات. جاز عند مستر ابي قالوا له انت قربك على لي زاربيت، قال لهم انا حبيت نتصل بالماضي. كاين الامور اللي تقالوا باسكو هذه فيديو تقالت عند 4 سنين قبل ما كان يجي واش هو جاي، قبل ما شاو جي وشفنا الدورتين، خاصه الدوره الاخيره اللي كانت في كوت ديفوار، وشفنا التحكيم، وحتى رئيس الحالي في ديراليه الجزائر كره القدم سي وليد صادي، ودار تقرير، دار تقرير بالحكام وشفناها. انا عاودت وليت شفت من الندوه الصحفيه تاع جمال بالماضي، اخر ندوه صحفيه تاعو اللي دارها في كوت ديفوار بعد ليميناسيون كونت لا موريتاني، وين كان شد تاع بونجاح وكان ذلك تاع السليماني، هذو اللي كانوا باينين نسينا برك. ولكن تعاود تولي تعاود تشوف الدوره هذيك الفار مشات ضدنا ولا لينا على حسابنا. وكي يجي واحد من الجزائر يقول ويعلن هكذا كيف لونطون اللي يحب يسمع باللي هو يعرف، وكل اصدقائه بالاسماوات يعطيهم، ويعرف حتى اللي حكم الاربيتراج في المغرب جميع اللي تخافوه القجع، اللي تخافوه. انا ما نخافوش باسكو بعد الروا تاعو صاحبي رويسي. واش حب يقول؟ هاد الديكلاراسيون عندهم 4 سنين كي نحطوهم في الكونتكست اكتويال، كي نحطوهم في الواقع الحالي. من بعد جو نربطوا الامور، باسكو انا بحكي درت فيديو وهضرت على العزوف تاع المواطنين تاعنا الشعب تاعنا على الاحتفال بتاهلنا لكاس العالم. هذا جزء من الجواب. كان يعطوا لي اسباب اقتصاديه، المعيشه، كان يعطوا لي هادشي. انا نشفى بلي كانت معيشه، كان الاسباب، كان الناس ما عنده والو بصح يروح للستاد. ليست الا هي المشاكل وحدها، ليست المشاكل الاقتصاديه تمنا كونطرا، كانت تعتبر المتنفس. كاين فيديوهات راهم يدوروا تصيبهم باللي نهار مثلا 2010 اسابيع قبل اللقاء الناس تحتفل لو جور دو ماتش كان ديجا معمر. كانوا امور بوادر لان كانت امور تمشي في حاجه. ولكن هاد الخطره كي تشوف تصرفات كيما هادو والخاصه اللي قصا تاعنا المر اللي حسيناه ماشي عادل.
شئتم أم أبيتم. والله غير الإحصاء غير عادل. رياضيا ما كان يكون به، ما كان حتى كلام. ولكن في الديرولي تاع الماتش واش باسكو الناس يتعرف كرة قدم بدون أي حسابات. التحكيم ماشي حتى يعطيك فلاغرون بينالتي يشوفها ربي وعباد، ولا انها كاريتواس هذوك ينحيها لك. كاين سكون لابيل ان اربيتراج فيسيو. في اللقاء هذاك صح انا في بروف دو مالشونس، صح بالك المدرب بالك اخطا في التعداد تاعو، بالك في الدخله تاعو بوتات، ولكن السبب الاكبر بطل هذيك المواجهه قاسامه. ما تقدرش نحل اي واحد. لا بروف سيك الناس ما قدرتش تناسى. خسرنا ديجا رياضيا، تلمينينا ديجا رياضيا وتقبلنا الامر، والناس نسات وخلاص وافونسينا وشفنا القدام با بروبليم. ولكن بقات هذه تجرحنا. وكي يجي واحد كيما حسين جناد يدير تصريحات كيما هادو، انا نستنى انه يستدعى من السلطات ويطلبوا له تفاسير. كيفاش شكون انت باش تعرف هاد لي زالبيت؟ وشنو هي الحاجه اللي خلاتك انك تعرف هاد الناس؟ ما هو الشيء اللي خلاك توصل لهذا المستوى وتعرف هاد الناس؟ كيفاش؟ بصفتك واش؟ ما راك رئيس لجنة التحكيم، ما راك حكم، ما راك عضو فيدرالي، ما راك والو في كرة القدم، ما راك اعلامي. دو كيما انا غدوه نقول لكم نعرف كاع لي زالبين. وهذا ديروا الترابط كي نشوفوا قوى خفيه هي اللي تسير كرة القدم في الجزائر. قوى خفيه كيما هو نفس الشيء، نفس اليوتيوبر المعتمد اللي يروح يسافر الى المغرب، يسافر الى السويد، ولكن في وهران ما شفناش. في بواكي شفناه، وعلى بالكم وصل في بواكي. خاوتي هاو الفيديو، كل واحد فيكم يدير انطباع تاعو ويدير الاسقاط تاعو كما يحب. انا المهم ليا هذا الفيديو اللي خرجوا في زوين دبدبني وخلاني نطرح بزاف تساؤلات. تلقاو الخير ان شاء الله، وكل واحد ان شاء الله يدير باش المهم ربي يحمي بلادنا. تلقاو الخير ان شاء الله. سلام. Subscribe. Sam Sports.